السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الفلكي اليمني. واليوم مع أهم قصيدة ربما منذ فتحنا القناة، وهي قصيدة هامة فيها عن المهدي واليماني والسفياني وكنز الفرات والصيحة رمضان والدجال ومعركة هرمجدون ومعركة خرقيسيا وعن الدابة. كل هذه الأمور موجودة في قصيدة واحدة للعالم الرباني والإمام الكبير محي الدين بن عربي. وهذه القصيدة من أهم ما قرأت وما سأقرأ. موضوع هام جدا. ونبدأ. طبعا القصيدة موثقة ومنشورة في قصائدي وديوان محي الدين بن عربي التي هي 922 قصيدة. طبعا سيرة ذاتية وكل شيء موجود عن هذا العالم الرباني الكبير. ونبدأ في القصيدة لكي لا نطيل. ويلتاح في حق السماء إذا انبرأ نسيم الصبا برق يدل على الفنا. وفي رمضان صيحة يهتدى بها. صيحة، طبعا الصيحة هناك صيحة المهدي كذا كذا، وصيحة أخرى الدجال كذا كذا. وفي رمضان صيحة يهتدى بها قلوب رجال عاينوا الأمر في العماء. هؤلاء أتباع الإمام المهدي عاينوا حتى ولهم عميان، حتى وهم لم يروه يعرفون أن المهدي حق، وهم مستعدون حتى وهم منذ مئات السنين. جنود المهدي مستعدون في العمى وفي العدم وفي الخلق وفي الذرء. إذا لاح في كنز الفرات مغرب، العلامة بعد صيحة رمضان كنز الفرات. إذا لاح في كنز الفرات مغرب له الطائر الميمون والنصر في العدا. الذي يأتي من المغرب سينتصر. ويقدم ذو الشامات عسكره الذي كمنطقة الجوزاء لكن في الاستواء. أنا شقرأ القصيدة كاملة أول شيء لكي لا نجزأ، ثم نعيد شرح المقبول، لأن بعض الأشياء أولياء الله لا يريدون أن تخرج إلى العلن. أولياء الله الذين منهم مقصود بهم محي الدين بالعربي. عرفت بعض الأشياء الموجودة في هذه القصيدة. سأشرح ما يصح أن يخرج للعلن وما لا يصح أن يخرج للعلن، ومن يريد أن يفهمه. بعض الأشياء لن أتكلم ولن أفشي بهذه الأسرار الربانية الموجودة في هذه القصيدة. ويقدم ذو الشامات عسكره الذي كمنطقة الجوزاء لكن في الاستواء يسمى بيحيى الأزدي. أزد شنوءة يعني يماني من اليمن، فيحيي به الدين الحنيفي والهدى من اليمن. هل يكون المشرقي؟ هل يكون اليماني؟ الله أعلم. يسمى بيحيى الأزد أمبل اليمن. أزد شنوءة فيحيي به الدين الحنيفي والهدى. ولا تلتفت إذ ذاك فحل جداله، فإن الكلاب السودة تولغن في الدماء. على كبشهم يلتاح نور هداية بمغربنا الأقصى إذا أشرق الذكاء. ومنتسب يعزو لسفيان نفسه. أنا ماذا السفياني؟ ومنتسب يعزو لسفيان نفسه بذي سلم لما تمرد أو طغى، يعني إنها راية شيطانية. ومنتسب يعزو سفيان يا السفياني بذي سلم لما تمرد أو طغى، شيطانية، راية شيطانية. ويقدم نصر الله جيش ولاتي إلى بلدة بيضاء سامية البناء، فيفتح بالتكبير لا بقواضب تسل على الأعداء في رونق الضحى. فما تنقضي أيام خائن وتائها مملكة إلا ويسمع كالنداء. أتى الأعور الدجال لحنه تسلسلت القضية، بدأ بعد السفياني الدجال. أتى الأعوار الدجال الحين تحكى عن السفياني واليماني. اليماني قبله بيحيى الأزدي أزد شنوءة فيحيي به الدين الحنيفي والهدى. وبعد السفياني ويقدم رسول الله جيش ولاتي إلى بلدة بيضاء سامية البناء، فيفتح بالتكبير لا بقواضب تسل على الأعداء في رونق الضحى. فما تنقضي أيام خائن وتائها مملكة إلا ويسمع كالنداء. الصيحة غير النداء. هذا النداء أن ولي الله فلان الفلاني، ونص صيحة لاحظتوها أنا هنا. الصيحة صيحة يهتدى بها في رمضان، صيحة رمضان، وهنا النداء مملكة إلا ويسمع كالنداء، يعني صيحة وبه نداء. إن شاء الله إذا الوقت ما زاد نشرحها كاملة. أتى الأعور الدجال، يعني الصيحة ما دام الأعور الدجال بعد الصيحة، الأعور بعد النداء، إذن النداء فيها الدجال، والصيحة فيها ولي الله اليماني والمهدي.
تمام. أتى الأعور الدجال بالدعوة التي تنزله دار الخسارة والشقاء فيمكث ميما لا يفل حسامه، وتأتي طيور الحق بالبشر والزهى، وفي عام جيم الفاء تنزل روحه من الماءة الأخرى دمشق فينتضى. هنالك سيف للشريعة صارم بدعوة مهدي وسنة مصطفى. خلاص الآن المهدي، يعني أن السفياني والمهدي والسفياني واليماني والدجال كلهم هؤلاء قبل ماذا؟ قبل المهدي والصيحة والنداء. هنالك سيف للشريعة صارم بدعوة مهدي وسنة مصطفى فيقتل دجالا، يعني المهدي وليس عيسى من يقتل الدجال، المهدي. فيقتل دجالا ويدحذ باطلا ويهلك أعداء وينجو من اهتدى، ويحصل روح الله في الأرض مدة، يعني المهدي. ويأتي نفاق الموت للكفر بالردى، بناه له عيسى بن أيوب رتبتان. إذن أيوب عيسى أيضا سيبني بيت للمهدي حباه به رب السماوات في العلا، وهذا عيسى أيضا تكلم عن عيسى. فيخر به رايا ويبقي رسومه ليعلم منه ما تهدم واعتنى، فيهلكهم في الوقت رب محمد، وتأتي طيور القدس ينسلن في الهواء. الآن دخلنا إلى معركة ماذا؟ هرمجدون، وتأتي طيور القدس ينسلن في الهواء. هنا طيور القدس يعني أنه أيضا ما حصل في عام الفيل سيحصل، وتأتي طيور القدس، لكن يبدو أنها مسخرة هذه المرة بأمر الله للمهدي وعيسى. فتلقى عباد الله في بحر سخطه، ويأتيه سمنا ينزع النتن والدماء، فيمكث ميما في السنين ونصفها على خير حال في الغضاضة والرخاء، ويمشي إلى خير الأنام مجاورا، يعني إلى عند رسول الله، لينكحوا الأمة الكريمة في العلا. ما هذا طبعا البيت لم أفهمه. ومن بعده تنشق أرض بدخها الدخان، تنشق أرض بدخها الدخان كوكب النجم الطارق والدخان. ومن بعده تنشق أرض بدخها الدخان تكون على، لأنه الشيطان لا يستطيع أن ينطق الكلمة كاملة، يقول الدخان على الأرض. ودابة بلوى لم تزل تسم الوراء، أنا الدابة، شوفوا هنا الدخان، آية الدخان، وهنا الدابة. ودابة بلوى لم تزل تسم الورى، من بعد ذا صعق يكون ونفخة لبعث فحقق ما يمر ويتقى. فهذه أمور الكون لخصتها لمن يتقن أن الحادثات من القضاء، وليس مرادي شرح وقع كوائن، ولكن قصدي شرح أسرارها العلا. فينزل للأسرار يبدي عيونها إلى كل ذي فكر سليم ودينها، ويلتاح في حق السماء دنبرا. من هو؟ الإمام المهدي سلام الله. نسيم الصبا برق يدل على الفناء. القيامة يوم الدين، الإمام المهدي كما قلنا هو يوم الدين. وفي رمضان صيحة يهتدى بها، الصيحة قلوب رجال عاينوا الأمر في العماء إذا لاح في كنز الفرات مغرب. يعني دحين الثلاث كما تعرفون أن كنز الفرات هي معركة قرقيسيا، وقرقيسيا هي المعركة التي ستحصل في منطقة تسمى الآن الجزيرة، موجودة في سوريا. الجزيرة الآن نصها في أيدي داعش والنصف الآخر مع السوريين. إذا لاح في كنز الفرات مغرب له الطائر الميمون والنصر في العداء، من يأتي من المغرب سينتصر. ويقدم ذو الشامات عسكره الذي كمنطقة الجوزاء لكن في الاستواء، ويسمى بيحيى الأزد أزد شنوءة فيحيي به الدين الحنيفي والهدى. ولا تلتفت إذ ذاك، هذا الحين اليماني يتحكى، يسمى بيحيى الدين، يعني أن اليماني اسمه الأول يحيى، ويحيي الله به الدين. يسمى بيحيى الأزد أزد شنوءة فيحيي به الدين الحنيفي والهدى. اليماني هنا يصرح به ابن علوان أنه يحيى. ولا تلتفت إذ ذاك فحل جداله فإن كلاب السود تولغن في الدماء. يعني توقع معركة قرقيسيا بين ثلاث فئات ضالة،
هنا لم يحددها، في قصائد أخرى حددها. ومنتسب يعزو لسفيان بعدها: وعلى كبشهم يلتاح نور هداين، هذا اليماني، بمغربنا الأقصى إذا أشرقت دكا. هل أن اليماني سيصل إلى المغرب؟ هذا ما نفصله في حلقات أخرى. على كبشهم يلتاح نور هداية بمغربنا الأقصى إذا أشرقت دكا، ومنتسب يعزو لسفيان نفسه بذي سلم لما تمرد والطغى أو طغى. هنا يتكلم عن السفياني. طبعا في الروايات أنه اسمه عثمان بن عنبسة، أو من نسل عثمان بن عنبسة، من نسل خالد ابن يزيد ابن معاوية. ومنتسب يعزو لسفيان نفسه بذي سلم لما تمرد أو طغى. ويقدم نصر الله جيش ولاتي إلى بلدة بيضاء سامية البناء، فيفتح بالتكبير لا بقواضب، تسل على الأعداء في رونق الضحى، معركة في الصباح ويقع في الصباح. فما تنقضي أيام خائن وتاءها. طبعا هذه الشفرات مثل ابن علوان، مثل ابن البردوني، أحيانا إذا ما يفشي أمور ربانية، أمور في حفظ الله لا يجب كشفها، يشفرها. فما تنقضي أيام خائن وتائها مملكة إلا ويسمعك النداء. أتى الأعور. النداء أيشو؟ أتى الأعور الدجال بالدعوة التي تنزله دار الخسارة والشقاء، فيمكث ميما لا يفل حسامه وتأتي طيور الحق. شوفوا هنا طيور الحق مرتين، طيور الحق. وهنا ايش قال طيور الحق فيه عند معركة القدس؟ طيور القدس هل هي طائرات؟ هل هي أبابيل؟ فيمكث ميما لا يفل حسامه وتأتي طيور الحق بالبشر والزهاء. النصر على الدجال أي أنها معركة جوية، معركة جوية. هل تكون أبابيل؟ هل تكون طيور؟ هل تكون كائنات فضائية؟ كله في علم الله. وفي عام جيم الفاء تنزل روحه. عام جيم الفاء، شوف هنا الطيور وهنا عام جيم الفاء. جيم الفاء هناك عام الفيل وهذا جيم الفاء. تنزل روحه من الماءة الأخرى دمشق فينتضى، يعني أن المعركة هذه تمتد إلى من دمشق إلى القدس. شوفوا هنا طيور الحق وهنا طيور القدس، وهنا ما قال دمشق، يعني أن معركة ستتم ما بين دمشق إلى القدس، معركة بارية دموية، معركة هرمجدون، معركة جوية. يبدو أنها معركة جوية تهلك فيها كل طغاة الأرض. وفي عام جيم الفاء، عام جيم الفاء مش عام الفيل، عام جيم الفاء تنزل روحه من الماءة الأخرى دمشق فينتضى. هنالك سيف للشريعة صارم بدعوة مهدي وسنة مصطفى، فيقتل دجال فيقتل المهدي، فيقتل دجالا ويدحد باطلا ويهلك أعداء وينجو من اهتدى فقط. ويحصر روح الله، يعني أنه ثلثي الأرض سيهلك في هذه المعركة، أي أن الأرض يبدو أنها سيزداد حجمها لكي تسع البشرية الذين سيقاتلون هناك ما بين دمشق إلى القدس. هذا غير منطقي أنه فقط ما بين دمشق إلى القدس 3 إلى 4 مليارات يموتون هناك، إلا أن الأرض تطوى للمهدي ويحشر كل الطغاة هناك، وتتم هذه المعركة الجوية ويهلك الله الطغاة كلهم ويبقى فقط المؤمنون. هذا ما أرى، أنه ما دام هي معركة جوية طويلة، وإذا هي جوية يعني تحتاج إلى أن الأرض كلها تطوى تتسع، فيقتل المهدي بالمعركة الجوية هذا، فيقتل الدجال ويدحض باطل ويهلك أعداء وينجو من اهتدى. ويحصل روح الله في الأرض مدة. روح الله طبعا منو روح الله؟ عيسى. ويحصل روح الله في الأرض مدة، يحصر يعني عيشتها هنا وبعد يرجع يرفعها الله. ويأتي نفاق الموت للكفر بالردى، بناه له عيسى بن أيوب رتبة حباه بها رب السماوات في العلا، يخر به رايا ويبقي رسومه ليعلم منه ما تهدم واعتنى وإنه لعلم للساعة. وفي آية أخرى وإنه لعلم للساعة، منه نبي الله عيسى. فيهلكهم في الوقت رب محمد وتأتي طيور القدس، يعني إنها معركة جوية تمتد ما بين دمشق
القدس وتطوى فيها الأرض ويحشر فيها ثلثي البشرية ويتم إهلاكهم خصوصا الطغاة. ينسلن في الهواء، ينسلن يعني يتكاثرن، الطائرات والطيور هذا ينسلن يتكاثرن في الهواء من شدة ما يقتلن. فتلقى عباد الله في بحر سخطه ويأتي سمناء ينزع النتن والدماء، أعوذ بالله، يأتي بعدها طيور، كل هذه الجثث النتنة والعفن والدماء كل هذه تأتي طيور تنزعها وتخفيها من الأرض، فيمكث ميما في السنين ونصفها. المهدي يعني على خير حال في القضاضة والرخاء، ويمشي إلى خير الأنام مجاورا، ثم يحكم أين من المدينة يعني تكون في المدينة، ويمشي إلى خير الأنام مجاورا لينكحوا الأمة الكريمة في العلا. الأمة الكريمة يكون الأمة الإسلامية، الله أعلم. ومن بعده تنشق أرض بدخها، يأتي العلامة الكبرى للساعة بعد هذا يوم الدين، خلاص انقضى يوم الدين. نحن بعد موت الإمام المهدي وموت العيسى يأتي ماذا؟ العلامات الكبرى بعد يوم الدين، تأتي ماذا؟ يوم القيامة. العلامات الكبرى للقيامة الدخان، ومن بعده تنشق أرض بدخها الدخان، ودابة بلوى لم تزل تسم الوراء الدابة. ومن بعد ذا صعق يكون ونفخة، خلاص النفخ النفخ في الصور لبعث فحقق ما يمر ويتوقع. فهذه أمور الكون لخصتها لمن، هذا ابن عربي رحمة الله عليه، فهذه أمور الكون لخصتها لمن يتقن أن الحادثات من القضاء، وليس مرادي شرح وقع كوائن، ولكن قصدي شرح أسرارها العلا. فينزل للأسرار يبدي عيونا إلى كل ذي فكر سليم وذينها. ودمتم بالخير مشاهدي قناة الفلكي اليماني، وفي أمان.